اختلاف اللهجات بين الشعوب أحيانا تؤدي إلى الخلاف بينهم. إذا أنت ما عارف اللهجة تبعت الشخص الآخر بيكون في خلاف بينهم ويؤدي إلى فعل آخر. فإن تفهم أولا أن تفهم أولا قبل أن تكون هناك ردة فعل. يعني كان في شخص رايح من بلاد أيام الستينات راح يشتغل مدرس في الكويت. رايح من بلاده الكويت. انت عارفين زمان المطارات كيف كانت المطارات ايام الستينات والسبعينات. كان المطارات اول ما تنزل ما تلاقيش نفسك في الصاله، لا تلاقي نفسك تحت الطياره نازل، مش زي الحين تلاقي نفسك طالع تحصل نفسك في صاله رايح على الختم الجوازات. لا، هنا بتلاقي نفسك تحت الطياره. كان الشخص لما نزل من الطياره بيلاقي حاله عند الطياره، وكان حاب هذا الشخص يشيل شنطته، يشيل الشنطه تبعه. واحد قال له شو؟ قال له اترك يا ولد. طبعا الولد، كلمة ولد في كل لهجة مختلفة عن الآخر. كلمة ولد مثلا في دولة معينة مختلف عن دولة معينة حسب اللهجة والكلام، لأنه اختلاف اللهجات. يعني في كلمة ولد عندهم في بلدهم كلمة عيب، ولكن في الكويت معناه آخر. مثل يا مثلا يقول لك يا كابتن، يا الحبيب، يا الغالي، هذا معناه. فهو قال له يا ولد على أساس يعني إنه كلمة عادية عندهم في الكويت، ولكن كلمة مختلفة في الدولة الأخرى. تعالوا نشوف شو قال له هذا المدرس لما راح أيام الستينات في الكويت. الله يحفظ كويتنا الحبيبة، كويتنا الحبيبة، أقسم بالله أحلى بلد، الله يحفظها يا رب العالمين. جيت يوم الأربع بالليل، وكان يوم 19 سبتمبر 62، والشنط بتتحط تحت جناح الطياره، كل واحد يشيل شنطته. او انا فاهم ان كل واحد هيشيل شنطته. رايح على شنطتي، واحد قال لي اترك يا ولد. قلت احنا عندنا ولد عيب، قلت ده نرجع في الطياره. فواحد فاهم بقى ايه ان في خلاف لهجي هنا. قال ايه ما تزعلش، ولد يعني يا شاب، وبقول لك اترك يعني هو حمال، هو المختص بيشيل الشنطه، مش انت، هو اللي هيطلعها لك بره. حينئذ وجدت أن تفهم أولا قبل أن تكون رد الفعل. ولذلك لما ركبت تاكسي تاني يوم عشان أروح مدرسة حوالي اللي اتعينت فيها فعلا مدرس متوسطة حوالي، السواق بيقول إيه، سواق التاكسي، بقول له أنا نازل هنا. قال لي أبشر. فحسيت إن أبشر دي افتتاحية في غاية الجمال، وإن الكويت عندي بقت كلها أبشر. فلما حدثني شخص آخر وبيقول لي يا محفوظ السلامة، ركبت الجملة على بعضها وبقيت أبشر يا محفوظ السلامة. فما أحلاها من بلاد وما أحلاهم من بشر.